بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في بنات زمان مع إيمان. كي نقولوا سخانة نقولوا أكلات سهلة وسريعة. جبت لكم اليوم قراطان دار حالة في اليوتيوب، مشخشخ معسل بالبنة، يجي مشرب حتى القلب كما راكم تشوفوه في الصورة. يجي بزاف بنين. إذا جربتوه راني متأكدة راح تعتمدوه. ما تبخلوش عليا بليجان باش يطلع الفيديو أكبر عدد من الناس. بارطاجيو القناة مع أهلكم وأصدقائكم لتعم الفائدة. بدون إطالة نبدأ على بركة الله. بسم الله. جبت كمية من البطاطا. أنا اللي اختاريت البطاطا اللي متوسطة في الحجم، قطعتها دوائر. كما تقدروا تخدموا حتى بالبطاطا اللي صغيرة في الحجم. قطعتهم دوائر، ما يكونوش خشان ما يكونوش رقاق، تقدروا تملحوهم وتقليهم. أنا فضلت الطبق تاعي يكون شوية صحي. درت لها رشه نتاع الملح. البطاطا 3 معالق كبار زيت الزيتون، تقدروا تعوضوها بالزيت. رشه فلفل احمر، رشه كمون، رشه فلفل اسود، ورشه نتاع ثوم بودره. زدت لها رشه صغيره من الملح وخلت مليح المكونات نتاعي تداخلو. ثوم بودره تقدري تستغني عليها، انا درتها كاضافه باش البطاطا تاعي تجيني منكهه. جبت انا سنيوه اللي درت فيها ورق الطهي، هبط كامل هذيك الكميه تاع البطاطا، ندخلها للفور طيب لي من الفوق والتحت وبلا ما نغطيها من الفوق مده ساعه كامله. جبت مقلاة درت فيها 3 معالق كبار زيت، حبه بصله اللي كنت ربيتها تقدري تقطعيها مربعات صغيره. غطيت عليها وخليتها حتى يدخلها الطياب. ضفت كميه من صدر تاع الدجاج اللي كنت قطعتها مربعات صغيره، دخلته مليح مع البصل ونغطي عليه ونخليهم حتى يطيبوا مع بعض. بعد ما طابوا كامل المكونات ضفت لهم حبة طماطم كبيرة اللي كنت نزعت لها القشر وقطعتها مربعات صغيرة. ضفت لها رشة نتاع الملح، نغطي عليها ونخلي حتى الطماطم تاعي يدخلها الطياب. جبت كاسرونة درت فيها ملعقة كبيرة زبدة، ملعقة كبيرة نتاع الفرينة، خلطتهم مليح مع بعض. كما شفتوا انا خليت الزبدة تاعي حتى ذابت. كي نشوف الفرينة بدا يدخلها الطياب ضفت 2 كيسان نتاع الحليب، تقدروا تضيفوا غير كاس ونصف. دخلت مليح المكونات نتاعي مع بعض. النار تاعك تكون هاديه. تقدروا تستغنوا على صلصه البيشاميل وديروا صلصه الجبن. درت رشه من الملح، رشه فلفل اسود، رشه نتاع الفرماج باش لاصوص بيشاميل تاعنا تجي بنينه وما تجيناش صامطه. ماذا بكم البنات ديروها مليحه في الملح. ما نخليهاش انا تعقاد، نخليها شويه خفيفه ونخليها على جانب. الدجاج والبصل والطماطم بعد ما دخلها الطياب ضفت لها ملعقه كبيره طماطم مصبره، دخلتها مليح مع المكونات. والطماطم تاعك تقدري تربيها. رشه فلفل احمر، رشه فلفل اسود، ورشه فلفل احمر حار. هذو هما التوابل اللي نستعملهم. تقدروا تضيفوا رشه توابل الدجاج. دخلتهم مليح مع بعض. ودرت ربع ملعقه صغيره سكر للتفادي الحموضه. ضفت كاس نتاع الماء غطيت عليه ونخليه يتكتك حتى يبدا يعقد هذاك الخليط. البطاطا تاعي بعد ما دخلها طياب كما راكم تشوفوا راها تفتت. نقلع ورق الطهي ونهبط كامل البطاطا تاعي في البلا باش ما نكثرش عليا الماعن. درت البطاطا في نفس البلا اللي خدمت فيه. لاصوص تاعنا بعد ما وجدت وبدات تختار، درت انا البطاطا كطبقه اولى ودرت كميه من لاصوص بيشاميل. درت الكميه الكبيره كطبقه اولى باش البطاطا تاعنا تشرب وما تجيناش ناشفه. كما تعرفوا البطاطا المشويه تجي ناشفه. هبطت كامل هذيك لاصوص اللي وجدناها مع بعض مع الدجاج. تقدروا تضيفوا الزيتون راح يزيدها بنه على بنه. كما تقدروا تضيف هذيك لاصوص زيد تعقدوها اكثر. خليت كميه صغيره من لاصوص بيشاميل درتها على الوجه، ودرت كميه من الفرماج. الفور تاعي كان ساخن مسبقا على 200 درجه. انا دخلتها من التحت كي شفتها تكتك جست هذاك المكونات نتاعنا يندمجوا. عاود شعلت عليها من الفوق. الفرماج تاعي حمار كما تقدروا ديروها من الفوق والتحت. درت لها رشه نتاع المعدنوس في الاخير باش تعطينا جماليه للطبق تاعنا. كما راكم تشوفوا الطبق تاعنا يجي مشرب حتى للقلب، ما يجيش يكهم. البطاطا تاعنا المشويه خلت الطبق تاعنا يجي خفيف بزاف بنين. اذا جربتوه ما تنساوش تخلوا لي رايكم في التعليقات. الى الملتقى ان شاء الله.